قشر البطيخ خايبه لو ترميه، الشاطره هتفطر وتتعشى بيه وتعمل احلى سندوتشات. ايوه زي ما سمعتي، قشر البطيخ كنز في بيتك. سمي الله وصلي على رسول الله وشيري الطريق على صفحتك ومع كل اصحابك. بصي بقى، بعد ما اكلتي البطيخه بالف هنا وشفا، القشر اوعي ترميه، بيبقى فيه كده حته حمراء مع الحته البيضه اللي تحتها، هي دي اللي انا عايزاها. لكن القشره الخضراء القاسيه دي طبعا مش بنستخدمها. خلاص، يبقى احنا خدنا كده لب البطيخه بالحته الحمراء الخفيفه الباقيه، والقشره الخضراء خلاص مش عايزينها، دي اللي هتترمي. بعد كده بقى ببتدي اقطعها لقطع صغيره زي كده عشان عايزاها تستوي معايا بسرعه. الشاطره بقى تكتب لي تحت في التعليقات بسرعه انا بعمل ايه. تعالوا بقى نعاير القطع اللي انا قطعتها دي بنفس الطبق، هبتدي احط في الحله على طول. فهنا انا عايرت 6 بولات من قطع البطيخ الصغيره كده. 6 بولات دول ياخدوا قد ايه سكر؟ ياخدوا 3، يعني ضعف الكميه على طول. 6 بطيخ ل3 سكر، وده المقدار العادي بتاع اي مربى. النهارده يا جماعه بنعمل احلى مربى بطيخ. بصوا بقى، قلبت كده القطع مع السكر، والصراحه سبتها لتاني يوم، يعني عملت الكلام ده بالليل، تاني يوم كانت نزلت ميه كده، يعني سيبيها 3-4 ساعات تنزل ميتها اللي هتستوي فيها. دلوقتي بقى هنكيها بايه؟ عود قرفه 3 كده حبهان، 3 قرنفل وعدهم بالعدد وهقول لك ليه دلوقتي، وعصير ليمونه او نص معلقه صغيره ملح الليمون، بس كده. وهبتدي اشغل النار واسيبها بقى. انا اشتغلت في حله الضغط عشان ايه؟ انجز في الوقت معايا. تقدري تسيبيها طبعا، مش لازم حله ضغط، اي حله عاديه، وتسيبيها بقى تستوي معاكي. بتقعد قد ايه؟ يعني في حله الضغط بالكتير كده 40 دقيقه، في الحله العاديه ممكن تقعد ساعه، ساعه وربع، لغايه اما تصفصف كده وتلاقي قطع البطيخ بقت عامله زي ايه؟ الاحجار الكريمه الشفافه كده، شايفين؟ وطريه وجميله قوي. دلوقتي بقى هشيل الواحده قرفه، ال3 حبهان، الواحده قرنفل. عايزه اقول لك المنكهات دي بتديها طعم خرافه خرافه. بصوا انا لسه عايزه فيها ميه، يعني ما تنشفيش عليها قوي. حطيت ايه بقى؟ حطيت حوالي معلقه كبيره، نص كيس من جيلي الفراوله، وده هيديها قوام وطعم حاجه تحفه، هتبقى زي الجاهزه بالظبط، هتفتكري انك بتاكلي مربى فراوله. بالهاند بلندر وهي على النار بعمل كل ده. ببتدي اديها كده نص فرمه، بس بحب اخلي فيها قطع شويه، وهتقعد كمان 20 دقيقه، عايزاها تصفصف خالص. بصوا بقى كده القوام، هوريك القوام بعد ما تقل والميه اتبخرت، بس كده، لانها اما بتبرد كمان بتتقل اكتر. وخدي عندك احلى مربى بطيخ. شوفي، عشان تجيبي اي فاكهه دلوقتي سعرها غالي جدا عشان تعمليها مربى، فدي حاجه ببلاش كده بترميها. بقولك تعالي جربيها مربى وحطي التكات اللي قلتلك عليها. على فكره تقدري ما تحطيش خالص جيلي الفراوله لو مش عايزه، يعني تكتفي بالبطيخ والمنكهات اللي احنا حطيناها بس. بصراحه الجيلي بيديها لون وطعم وقوام. ايه الجمال ده؟ والله ما حد هيصدق ان ده قشر بطيخ. يلا بقى افردي في السندوتشات مع شرايح قشطه كده، يعني بالقشطه طعمها ما اقولكوش خطيره، احلى مربى تاكليها. بالله عليكي جربيها، ودعوه حلوه منك لايك وشير للطريقه. الف هنا وعافيه.